الأمراض مش بس بتصيب الإنسان، لكن في أمراض برضه ممكن تصيب المجتمعات أو الشعوب، وأخطر الأمراض اللي ممكن تصيب أي شعب هو الإرهاب، اللي عادة بيبقى ليه أسباب ظهوره وطرق علاجه برضه والتخلص منه. وحوار الحشاشين ده أصلا معقد ومليان تفاصيل ومحتاج منك كل ذرة تركيز معايا، فخلينا نخش في الموضوع على طول. الدولة الفاطمية اللي هي أصلا بدأت في بلاد المغرب العربي وبعدين توسعت وسيطرت على مصر والشام والحجاز، كانت بتدين بالمذهب الشيعي الإسماعيلي. سامعك دلوقتي وأنت بتقول لي يعني إيه الإسماعيلي؟ أقول لك واحدة واحدة عليا وأنا كنت هحكي لك. والله الشيعة بعد موت سيدنا علي بن أبي طالب كانوا بيؤمنوا إن الإمامة المفروض تنتقل منه لابنه الحسين بن علي، ومن الحسين لابنه علي زين العابدين، ومن بعده ابنه محمد الباقر، وصولا لابنه جعفر الصادق، وده اللي مات سنة 765 ميلاديا. لكن بعد وفاته الشيعة انقسموا على مين اللي المفروض يكون الامام من بعده. شويه قالوا الامام هو ابنه اسماعيل، وشويه تانيين قالوا ان لا، المفروض الامام يبقى ابنه موسى الكاظم. واللي كملوا مع موسى الكاظم واللي من بعده اسمهم الشيعه الاثنا عشريه، ودول مش حوارنا خالص دلوقتي. اما اللي اتمسكوا بامامه اسماعيل فهم دول اللي اسسوا المذهب الاسماعيلي، اللي بعد كده اتخذته الدوله الفاطميه مذهب رسمي ليها. اوعى تسرح مني. المهم في الدوله الفاطميه بقى كان كل ما خليفه يموت بيجي من بعده ابنه الاكبر ويبقى هو الخليفه والامام الجديد من بعده، لحد ما وصلنا للخليفه الفاطمي المستنصر بالله اللي مات سنة 1094 ميلاديا، واللي كان سايب من بعده ولدين، الأكبر والمفروض إن هو الوريث الشرعي للحكم والإمامة هو نزار، وأخوه المستعلي بالله. لكن الوزير بتاع المستنصر بالله اللي كان اسمه بدر الدين الجمالي بعد ما المستنصر مات زور الوصية بتاعته وخلى المستعلي بالله يبقى هو الخليفة وراح قاتل نزار. من ناحية لأن بنت الوزير بدر الدين الجمالي ده كانت متجوزة المستعلي بالله، ومن ناحية تانية لأن هو ما كانش هيعرف يسيطر على نزار ويعمل اللي هو عايزه ويحكم هو الدولة فعليا زي ما هيعمل لو المستعلي بقى هو الخليفة. فهمت لحد هنا؟ ما تنساش بقى احنا وقفنا فين، لان الخطوط كلها هتلتقي مع بعضها دلوقتي. بس تعالى ناخد بعضنا ونرجع لورا شويه على مدينه اسمها الري في ايران، اللي اتولد فيها سنه 1037 ميلاديا واحد اسمه الحسن بن الصباح. في مصادر بتقول ان هو اتولد في بلد اسمها قم، وبعدين لما كبر راح الري، ومصادر تانية بتقول ان هو لا اتولد سنه 1039 مش 1037. بس يعني كل دي تفاصيل مش مهمه، اللي يفرق معانا ان هو اعتنق المذهب الشيعي الاسماعيلي وفضل يتعلم ويدرس اكتر لغايه ما وصلنا لسنه 1072 ميلاديا، لان دي السنه اللي عرف فيها حسن الصباح ان زعيم الدعوه الاسماعيليه عبد الملك بن عطاش هيجي مدينه الري. وفعلا ما بيكدبش خبر وبيروح يقابل ابن عطاش وبيطلب منه انه ينضم رسميا للدعوه الاسماعيليه. فابن عطاش فعلا وافق بشكل مبدئي، لكن قال له انه لازم يروح مصر عاصمه الخلافه الفاطميه عشان ياخد الموافقه الرسميه والنهائيه من الامام بنفسه. وبيوصل حسن الصباح مصر فعلا سنه 1079 ميلاديا، وبيقابل المستنصر بالله اللي بيحبه وبيقربه منه في القصر، وبيوافق المستنصر ان حسن الصباح يكون داعي للمذهب الاسماعيلي. لكن اهم حاجه حصلت في مقابله المستنصر بالله مع حسن الصباح ان حسن عرف من المستنصر ان الخليفه والامام من بعده واللي هو موصي بيه هو ابنه الكبير نزار. فبقى حسن دايما مؤيد وموالي لنزار ضد كل المعارضين ليه وضد مؤيدين اخوه المستعلي بالله. لما مات المستنصر بقى في ناس بتقول ان حسن الصباح هو اللي هرب من مصر لان الناس كانت عارفه ان هو مؤيد لنزار، وناس تانية بتقول ان الوزير بدر الدين الجمالي هو اللي طرده من مصر. لكن الخلاصه يعني ان هو خرج من مصر وراح منها على الشام، ومن الشام رجع على ايران تاني على مدينه اسمها اصفهان، وبدا ينشر الدعوه الاسماعيليه في اصفهان، ويدعو كمان للامام التالي اللي هيجي بعد المستنصر بالله اللي هو ابنه نزار. وبدات دعوته تنتشر في جميع انحاء ايران مش بس في اصفهان. لكن لما نزار اتقتل بقى حسن الصباح قرر انه يستغل الحادثه دي لمصلحته هو الشخصيه احسن استغلال، ويلم كل الناس المؤيدين ليه والمؤمنين بالدعوه الاسماعيليه حواليه ويقدم لهم نفسه على اساس ان هو النائب عن نزار في الامامه، ويجب عليهم طاعته، وان طاعه الامام من طاعه الله، واللي مش مؤمنين بيه او اللي هيخرجوا عن امره ما هم الا شويه كفار يجب قتلهم والتخلص منهم. وكان في الوقت ده حسن الصباح بيعرف كده هو والجماعه اللي معاه بالنزاريه نسبه للامام نزار ابن المستنصر بالله، وبقت الدعوه بتاعتهم اسمها الدعوه الشيعيه الاسماعيليه النزاريه. ولمده 3 سنين بيفضل حسن الصباح ينشر دعوته ويجمع اتباع اكتر حواليه ويسيطر على حتت اكتر جوه ايران. ايران اللي كانت بتحكمها دولة السلاجقة السنية اللي عمرها ما كانت طبعا هترحب باي مذهب شيعي ينتشر جوه اراضيها. ده غير كمان اللي زود الطين بلة ان حسن الصباح امر اتباعه بقتل مؤذن احد المساجد في اصفهان لانه رفض انه ينضم ليهم، وبتكون دي هي اول عملية اغتيال ينفذها الحشاشين. وعشان كده الراجل اللي اسمه نظام الملك اهم واشهر وزراء الدولة السلجوقية بيقرر القبض على حسن الصباح والتخلص منه ومن دعوته. فبيبدأ الصباح ان هو يدور على مكان امن ومنيع ويكون صعب جدا على ايد
اي حد ان هي تطوله في المكان ده، لغايه ما بيلاقي فعلا اللي في دماغه واللي هو بيتمناه في قلعه الموت او الموت اللي معناها عش النسر. وده لانها كانت موجوده فوق قمه جبل، والطريق اللي بيوصل ليها هو طريق واحد صاعد في الجبل وضيق ووعر جدا، وصعب على اي جيش انه يقدر يطلعه من غير ما اللي فيها يقضي عليه. ده غير كمان ان كان جواها ارض صالحه للزراعه يقدر سكان القلعه دي يعتمدوا عليها في الاكل. فبيخش حسن الصباح قلعه الموت وبيمثل الزهد على اهلها وبيدعوهم كلهم وبيجمعهم حواليه لحد ما يؤمنوا بيه ويتبعوه بما فيهم صاحب القلعه نفسه، اللي لما حسن الصباح سيطر على كل اللي جوه وخلاهم اتباع ومؤمنين بيه، طرد صاحب القلعه ده منها واستولى عليها رسميا، وبقت قلعه الموت هي معقل الحشاشين. وتخيل معايا كده كميه التاثير والسحر اللي حسن الصباح كان بيمتلكها في كلامه، اللي تخليه في ظرف شهور معدوده يستولي على قلعه كامله باللي فيها. وعلى فكره من اللحظه دي حسن الصباح عمره ما خرج تاني في حياته من قلعه الموت لغايه ما مات جواها موته طبيعيه، بعد ما قضى فيها 35 سنه من التخطيط والتدبير والتفكير لكل الاغتيالات اللي حركه الحشاشين هتعملها واللي هتنطلق من مقرهم في قلعه الموت، وكمان مراسله الدعاء اللي هو ناشرهم في باقي الاماكن حواليه اللي بينشروا دعوته وبيجيبوا له اتباع جداد. دعوه حسن الصباح دي اللي كانت بتتسمى اسماء كتير، يعني احنا عرفنا الاسماعيليه والنزاريه جت منين، لكن هم كان اسمهم برضو الباطنيه، وده لانهم كانوا بيقولوا ان القران بيحمل في النصوص بتاعته معنيين، معنى ظاهري اللي هو لما اي حد بيقرا القران بيفهمه وبيجي في باله، ومعنى تاني باطني، وده المعنى الخفي لايات القران اللي مفيش اي حد يقدر يفهمه ولا يفسره غيرهم. طب الحشاشين بقى اللي هو اكتر اسم هم مشهورين بيه ده جه منين؟ في قصه حلوه كده بتقول ان حسن الصباح كان عامل جوه قلعه الموت حديقه جميله، وعامل جواها نهر من اللبن ونهر من الخمره، وجايب فيها جواري شكلهم حلو، يعني بيحاول يعمل تخيل كده او بيعمل جنه صناعيه. وكان بيجيب اي حد من اتباعه عايزه ينفذ عمليه اغتيال معينه ويشربه حشيش لغايه ما يغيب عن الوعي، ويدخله الجنه الصناعيه دي ويفضل سايبه قاعد جواها، وبعد شويه يخدره ويخرجه منها تاني، ويقول له انت دلوقتي شفت شكل الجنه والمتعه والجمال اللي فيها عامله ازاي، لو انت بقى عايز ترجع لها تاني وتفضل قاعد جواها على طول اسمع اوامري. لكن معلش خليني اقول لك بقى ان القصه دي ملهاش اي اساس من الصحه، وقلعه الموت اصلا موجوده على قمه جبل وبيغطيها التلج 7 شهور في السنه، وشبه مستحيل ان ممكن يتعمل فيها حاجه زي كده. اما التفسير التاني بقى لاسمهم اللي ممكن يكون واقعي شويه، انه بيقول لك ان منفذ عمليه الاغتيال دي كان بيشرب حشيش قبل ما يروح ينفذ المهمه، وده عشان ما يفكرش وما يترددش ويخش بمنتهى الجرأه يقتل الشخص اللي هو مكلف انه يروح يقتله. اما التفسير اللي ممكن يكون هو الاقرب للصحه فعلا هو ان كلمه الحشاشين تعريب للكلمه الانجليزيه اساسن، اللي الفرنجه او الصليبيين والغرب يعني كانوا بيطلقوها على اتباع حسن الصباح، واللي معناها القتله المأجورين، لانهم برضو مع الوقت ما بقوش بس بيقتلوا اللي يعاديهم او يختلف معاهم، لكن تحولوا لمرتزقه، ممكن ياخدوا فلوس من اي حد ويقتلوا له اللي هو عايزه. وبغض النظر بقى عن اسم الحشاشين جه منين، لان زي ما قلت لك ده مفيش معلومه صريحه عنه، خلينا نرجع لمرجعنا. فاكر وزير الدولة السلجوقية نظام الملك اللي قلت لك ان هو بيدور على حسن الصباح؟ اهو نظام الملك ده كان شايف ان حربه ضد الحشاشين ما ينفعش تكون بالقوة والجيوش بس، لكن لازم يحارب الفكر بالفكر برضه، فأسس حاجة اسمها المدارس النظامية، وجاب فيها أئمة وعلماء كبار زي الإمام الغزالي مثلا عشان يطلع أجيال جديدة عكس اللي الحشاشين بيقولوه ويقدروا يواجهوهم. وكمان برضه نظام الملك اشتغل على الناحية العسكرية وبعت جيش يقضي على الصباح وأعوانه في قلعة الموت، لكن ما قدروش يعملوا أي حاجة لأن زي ما قلت لك القلعة دي كانت حصينة قد إيه. فبعد ما الجيش ده راح القلعه وما قدرش يعمل حاجه وسابهم ومشي، حسن الصباح خطط لاكبر عمليه اغتيال في الوقت ده، وهي اغتيال الوزير السلجوقي نظام الملك. فبعت له راجل قدر يقرب من الموكب بتاعه واداله في ايده رساله وطلب منه يقراها، واول ما نظام الملك بدا يفتح الرساله دي ويقرا اللي فيها راح الراجل ده طعنه فورا وقال له دي هديه من حسن الصباح، واتقلبت دوله السلاجقه والناس هاجت ازاي الحشاشين يقدروا يقتلوا نظام الملك، وبعتوا لهم جيش ضخم بقى المره دي عشان يدمرهم ويقضي عليهم، لكن برضه زيه زي اللي قبله ما قدرش يعمل اي حاجه قدام حصانه ومناعه القلعه دي ورجع قفاي قمر عيش. وزي المره اللي فاتت برضه حسن الصباح قرر يرد عليهم واغتال فخر الملك ابن نظام الملك. بس عشان اكون منصف برضه معلومه ان حسن الصباح قتل ابن نظام الملك دي انا مش متاكد منها وما لقيتهاش في مصادر كتير وانا بحضر للفيديو يعني. المهم واللي يخصنا ان دي كانت بس هي البدايه لسلسله طويله جدا من الاغتيالات اللي الحشاشين عملوها ضد ملوك، امراء، رجال دين، قاده جيوش، اي حد مختلف معاهم، مش فارقه بقى اي حد ممكن يكون خطر عليهم هم هيختلوه. وكمان ما اكتفوش بس بقلعه الموت، لكن بداوا يسيطروا على قلاع تانية اكتر جوه ايران، وده اللي زود قوتهم اكتر واكتر. والسلاجقه ما كانوش بيسكتوا، دايما كانوا بيحاولوا يهاجموا القلاع دي ويحرروها من ايد الحشاشين، مره ينجحوا فعلا ومره يحاصروها شويه وما يقدروش يعملوا حاجه وياخدوا بعضهم ويمشوا. لكن كده كده برضه ما حدش كان قادر خالص يقرب من قلعه الموت ولا من حسن الصباح، لغايه ما وصلنا سنه 1124 ميلاديا اللي بيموت فيها حسن الصباح
وبيدفن جوه قلعه الموت. بس بموت حسن الصباح بقى وعلى غير المتوقع خالص مفيش اي حاجه اتغيرت. جه من بعده قائد تاني ومن بعده قائد جديد، وحركه الحشاشين زي ما هي مكمله بنفس طريقتها ومعتقداتها واسلوبهم اللي دايما بيعتمد على اغتيال شخصيات مؤثره جدا وليها وزن تقيل في الدول بتاعتهم وقدام الناس كلها وفي مكان غير متوقع خالص، والمفروض ان هو متامن كويس جدا زي الموكب بتاع نظام الملك. وده عشان دايما يفضلوا دابين الرعب على طول في اي وقت في قلب اي حد يفكر يعاديهم، ويفضلوا مجننين الناس، وده اللي نجحوا فيه فعلا. وما كانش بيفرق معاهم خالص مصيرهم ولا اللي هيحصل لهم بعد تنفيذ عمليه الاغتيال، اهم حاجه عندهم ان اوامر الامام تتنفذ بنجاح. وكانت من افجر لقطات اجرام الحشاشين هو محاولتهم سنه 1174 ميلاديا انهم يغتالوا الناصر صلاح الدين، لان هو اللي اسقط الدوله الفاطميه في مصر لما قدر يتسلل مجموعه من الحشاشين للمعسكر بتاع صلاح الدين في حلب، ودارت بينهم معركه اتقتل فيها فعلا ناس كتير، لكن صلاح الدين نفسه ما اتصابش باي اذى وفشلت المحاوله. ورجع الحشاشين كرروا المحاوله دي تاني سنه 1176 ميلاديا بان مجموعه منهم قدروا يتنكروا في زي جنود جيش صلاح الدين عشان ما حدش ياخد باله خالص ولا يشك فيهم، وقدروا ان هم يهاجموه ويقتلوا عدد كبير من الامراء اللي كانوا موجودين حواليه. لكن صلاح الدين نفسه كان لابس ساعتها دروع قدرت تحميه من الضربات بتاعتهم وينجو منهم صلاح الدين للمره الثانيه. لكن المره دي بقى صلاح الدين ما سكت لهمش وجهز حمله عسكريه وقرر انه يحاصر الحصون والقلاع بتاعتهم، وراح نصب المجانيق قدامها واشتغل فيهم قتل واسر وتخريب وعنف وكل حاجه من اللي قلبك يحبها. والحشاشين عرفوا انهم عمرهم ابدا ما هيقدروا يتصدوا لقوه الجيوش بتاعت صلاح الدين، فتفاهموا معاه في النهايه ان هو يسيبهم ويمشي، وهم عمرهم ما هيبقى ليهم اي دعوه بيه تاني بعد ما قدر ان هو يدمر قوتهم وينتقم منهم. وفعلا بعد الاتفاق ده ما هوبش الحشاشين تاني ناحيه صلاح الدين الايوبي. وايوه انا مش عايزك تستغرب، الحشاشين بالنسبه لهم صلاح الدين او السنه زيهم زي الصليبيين والفرنجه بالظبط، كلهم كفار وواجب قتلهم، وما كانوش بيغلبوا خالص ان هم يطلعوا المبررات اللي هيحاولوا بيها يحققوا اهدافهم، بل انهم كمان اغتالوا الخليفه الفاطمي الامر باحكام الله اللي هجم عليه 9 من الحشاشين وانهالوا عليه بالطعنات وفي كسر من الثانيه كان ميت، بالاضافه لاثنين من الخلفاء العباسيين هما الراشد والمسترشد بالله. واللي يوضح لك اكتر ان هم فعلا ما كانش فارق معاهم اي حاجه وتحولوا لمجرد مرتزقه ان هم قتلوا كونراد الاول اللي كان ملك بيت المقدس في الوقت ده، وده لان الحشاشين اتعاونوا وحطوا ايدهم في ايد الملك الانجليزي ريتشارد الاول اللي كان مشهور طبعا بريتشارد قلب الاسد. وكان في خلاف يعني بين ريتشارد وكونراد الاول، فريتشارد هو اللي طلب منهم ان هم يقتلوا ملك بيت المقدس. نهاية الحشاشين في إيران كانت على إيد المغول بقيادة هولاكو سنة 1256 ميلاديا، لما يقرر قائد الحشاشين في الوقت ده ركن الدين خورشاه إنه يستسلم ويأمر أتباعه بالنزول من قلعة ألموت وتسليمها لقائد المغول هولاكو. وده طبعا لما أدرك إن هو ما عندهوش أي فرصة إنه يقف قدام عنف التتار بعد ما شاف كل اللي بيعملوه في البلاد اللي دخلوها من قبله. وتبقى دي هي المرة الأولى من ساعة ما حسن الصباح استولى على القلعة إن الحشاشين يخرجوا منها ويدخلها المغول، وبالرغم من استسلامهم فالمغول برضه قتلوا ركن الدين خورشاه وكل الحشاشين اللي كانوا معاه وعملوا لهم مذبحه جوه قلعه ألموت وحرقوا كل كتبهم، وانتهى رسميا وجودهم في ايران. اما نهايتهم في الشام بقى كانت على ايد الظاهر بيبرس، لما قدر بيبرس يستولي على قلاعهم في الشام ويوقعها واحده ورا الثانيه لغايه سنه 1273 ميلاديا كان انتهى وجودهم في الشام تماما. ودي كانت نهايه طائفه او حركه الحشاشين اللي فضلت راعبه العالم كله لاكتر من 100 سنه. وبس بالجمله دي دلوقتي اقدر اقول ان انا كل الكلام اللي كنت محضره عن الحشاشين خلص خلاص. الفيديو ده من اكتر الفيديوهات اللي تعبتني في حياتي، وعشان كده ده اكتر فيديو برضه مستني فيه رايكم في التعليقات عجبكم ولا لا. فلو الفيديو عجبك يا ريت تقول لي ده في التعليقات، وتعرفني كمان من خلال ان انت تدوس لايك وتنزل تشترك دلوقتي في القناه لو ما كنتش مشترك من تحت الفيديو. اما بقى لو كنت اول مره تشوفني خالص فهطلب منك طلب صغير قد كده، خش خد لك لفه في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.